ربنا بيقول في صريح آيات القرآن: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب يعني خلاص الأمر صدر والقضاء أبرم، وأصبح الدنيا بشكل مؤكد هي دار حرب ولا مفر. قال لك كتب. وما فيش شك ان الدنيا هي دار بلاء وصراع وقتال ومكابدة. ربنا قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في مكابدة مستمرة. وأقسم: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فمرة يقول كتب عليكم القتال، ومرة يقول خلقنا الإنسان في كبد، يعني المكابدة والقتال والصراع هو حكم مضروب على الإنسان. والدنيا يجب أن ينظر إليها على إنها دار حرب وقتال وصراع، وليست دار استرخاء وسلام. ونعرف تمام إن حكاية القتال ده من زمان، من أول آدم، من أول ولاد آدم، لما قابيل قرر إنه يقتل أخوه، فأخوه رد عليه بيقول له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. الأخ أصر المسالمة، وأصر أن يرد الشر بالخير والسيئة بالحسنة، وكانت النتيجة أنه هو قتل. وبعدين في القرآن صريح جدا: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فاتحطت التشريع الدفاع عن النفس وعن العرض وعن الشرف وعن الأرض، والقتال في سبيل إعلاء كلمة الله ورد العدوان. مفيش حاجة اسمها واحد يعتدي عليك وانت ما تردش الاعتداء وما تدافعش عن نفسك. فأصبح الأمر مسألة مسلم بها. لكن ربنا لما بيلفت النظر إلى أن القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الآيات بعد كده بتستدرك بأن الحكاية القتال ليس كله شر، وفيه خير باطن أنتم ما تعرفوهوش. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الاحتمال وارد دائما بأن المعاناة في القتال مسألة لها أجرها، وإنها ليست دائما شر. وإحنا نعرف الذي يقاتل في سبيل العدالة وفي سبيل إعلاء كلمة الله ودفاع عن شرفه وعن عرضه، فهو إذا مات فهو شهيد، وإذا لم يمت فهو بطل. ففي الحالين ده خير. الصراع رمز الدنيا، مهما رحنا مهما جينا، فالصراع رمز الدنيا. الدنيا ليست دار سلام، هي دار السلام. في القرآن ربنا أطلق هذا الاسم على جنة الآخرة، دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام. ده كلام ده في الآخرة، سماها جنة الآخرة، سماها دار السلام. وده دليل على ان الدنيا اللي احنا عايشينها دي ليست دار سلام بأي حال، بل هي دار حرب ودار قتال ودار صراع ودار بلاء ودار مكابدة. والإنسان فيها مقاتل رغم أنفه، فهو إما آكل أو مأكول، ولا تملك اختيار. لأن حتى لو أنت قعدت في عقر بيتك ممكن يهاجمك لص، أو يهاجمك إنسان يستولي على البيت، أو واحد يحرق لك الزرع، أو واحد بالشكل ده. ملهاش المسألة ملهاش نهاية. والحياة كلها بنشوفها في جميع الكائنات، سواء كان نبات وحيوان وإنسان. بنشوف إن القتال مستمر حول الماء، حول الأرض، حول اللقمة، وحول الأنثى. ففي جميع الأفلام اللي يتتبع مننا حلقات العلم والإيمان شاف الصراع المستمر في جميع أجناس الحياة بأشكالها كلها.
والكل بيقاتل، ابتداء من الميكروب والبكتيريا والأميبا، انتهاء بأصحاب العروش والتيجان، وانتهاء بأشجار الصنوبر اللي بتعمر في الأرض آلاف السنين. بشوفنا إن حتى النبات ملايين السنين وهو يقاتل الحشرات ويبتكر في جسمه مبيدات حشرية وغازات سامة عشان يقتل الحشرات. وأخيرا شفنا آخر موضة من النباتات، وهي النباتات التي تتصيد الحيوان وتقتله. فالحكاية وصلت لأن هي النبات يقاتل الحيوان جهرا، مع انه ما يملكش وسائل الحيوان، ملوش لا أجنحة ولا رجلين ومع كده بيهزمه بالمكر والحيلة. طيب إذا كان الوضع زي ما احنا بنقول، والدنيا دار قتال وما فيش مفر، وكتب، ما كلمة كتب عليكم القتال يعني صدر الأمر ولم تعد الحرب احتمال ولكن أصبحت واقع. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هي دي السؤال الكبير. والرد طبعا صريح: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نستعد، نتأهب، نجمع الصف، ندع الاسترخاء جانبا، ونأخذ موقف جدي في كل شيء، ونأخذ موقف الحذر. ونتذكر دائما أن أعدائنا لا يلتزموا حتى بأي ميثاق يمضوا النهاردة معاهدة وبكرة يقطعوه. فالمسألة لازم نبقى متوقعين أي شيء وممكن يحصل أي شيء، وإيدنا على الزناد زي ما بيقولوا، يد نصافح بها والأخرى على الزناد. ما فيش شك إن الدنيا ساحة قتال، يعني بكل اللي ممكن نتصوره هي ساحة قتال. كل صنوف الحيوان اللي شفناهم في حالة ستاند باي واستعداد وقتال مستمر على الماء وعلى البيت وعلى الأنثى وعلى اللقمة. مفيش أبدا سلام في الأرض دي. فهي الحياة مسلسل حروب. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيقول كتب عليكم القتال، فده أمر انتهى ولم تعد المسألة فيها احتمال آخر. يعني احنا بتواجهنا أزمات مستمرة ولا حل فيها إلا الصراع والبقاء للأقوى والبقاء للأذكى والبقاء للأكثر حكمة والأقوى سلاحا وأكثر مكرا. وهو ده البلاء، إن هي تمتحن الإنسان، بيمتحن امتحان شديد جدا. والتاريخ كله حروب، من أول اللي حصل أيام آدم حرب مستمرة. ونبص للتاريخ وللطبيعة والحيوان والإنسان والنبات ونتعلم. وياما شفنا نماذج إزاي الفئة القليلة ممكن تهزم الفئة الكبيرة، ممكن الأضعف يغلب الأقوى بالمكر والحيلة والصبر. وشفنا نبات يغلب حيوان. يا جماعة دايما في ثغرة في القلعة مهما بدت حصينة. المسألة لازم يكون عند الإنسان عنده ذكاء ويعرف فين الثغرة بتاعة الخصم بتاعه، ولا ييأس إذا كان ضعيف، ولا ييأس إذا كان سلاحه أقل، لأن باستمرار في عناصر انتصار كتيرة جدا، من ضمنها الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاستعانة به، لأن الإيمان بالله أقوى سلاح، بل هو أقوى الأسلحة كلها. الله سبحانه وتعالى هو القدرة التي لا تهزم. فمن حسن الحظ ان احنا ناس مؤمنين